أعتقد أن يعني دعوة مظلوم الجنرال مظلوم عبدي لروسيا وأمريكا تأتي وفق أخلاقيات الاتفاق الموقع مسبقا. يعني أمريكا بقيادة ترامب هي التي سمحت للغزو التركي وتحديدا أردوغان باحتلال مناطق شمال سوريا وتحديدا المناطق الكردية المستهدفة من قبل تركيا، ثم أكملتها روسيا بالاتفاقية على أساس أن تلتزم هذه الأطراف والطرفين روسيا وأمريكا الطرفين ضامنين لهذه الاتفاقية. لكن منذ تاريخ أكتوبر الماضي وتركيا تنتهج سياسة ممنهجة ليس فقط بخرق البنود الاتفاقية، بل هي تعمل على تغيير ديموغرافية المنطقة والممارسات اليومية من قتل وخطف، وما نراه اليوم مؤخرا ما محاربة السكان المدنيين في مدينة حسكة بقطع المياه عنهم. يعني كل هذه الممارسات الإضافية أعتقد بحاجة إلى إدانة أخلاقية وضغط أولا من روسيا، لأن روسيا هي شريك لها كما كانت روسيا شريكا لتركيا عندما عقدت صفقة عفرين مقابل الغوطة، ونرى اليوم ماذا يحدث في عفرين ولسكان عفرين وماذا حصل لهم هناك أمام أعين العراب الروسي نستطيع القول والعراب الأمريكي الآخر اللي هو جيمس جيفري الذي كان عراب الاتفاقية الأمريكية مع تركيا. إذا بتقديري دعوة مظلوم هي دعوة في الاتجاه الصحيح. لكن دكتور هناك تصريحات روسية متزامنة مع دعوة عبدي تندد بالممارسات التركية في المناطق المحتلة، كما أن البنتاغون نبه في وقت سابق من مغبة هذه الممارسات أو ممارسات الاحتلال التركي في هذه المناطق. ألا يعني ذلك بأننا دخلنا مرحلة إذابة الجليد وانهيار أحلام أردوغان العثمانية؟ لا أعتقد، لأن روسيا هي شريك لتركيا. يعني عبر اتفاق سوتشي روسيا هي التي منحت تركيا هذه الصلاحيات. وحتى إضافة إلى ذلك يعني روسيا نفسها هي حاولت أن تدخل المناطق سيطرة النفوذ الأمريكي، مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، يعني وصلت حتى إلى حدود سيمالكا. يعني هي استغلت هذه الاتفاقية وحاولت التمدد وعينها الأساسي على آبار النفط. لهذا هي تغض الطرف عن تركيا، لأنها بحاجة إلى تركيا في عقد صفقات أخرى مقابل إدلب. يعني هذه النقطة لم تحسم بالنسبة لروسيا، لأن هنا لا يمكن اعتبار روسيا طرف محايد. روسيا هي على الرغم أنها طرف دائما لكنها جزء من المشكلة والسبب هذه التدخلات التركية، إضافة إلى روسيا إلى أمريكا التي هي يعني عمليا تغض النظر عن ممارسات تركيا. وأعتقد بحكم الانتخابات القريبة ستكون هناك مواقف أمريكية قد تكون مجمدة نوعا ما بخصوص تركيا، خاصة وأننا أمريكا مقبلة على انتخابات. لهذا الإدانة الأمريكية والروسية غير كافية، لأن على الأرض لا يحدث شيء ولا يتم أي ضغط على الجهات التركية لتتوقف. على الأقل مسألة المياه مسألة إنسانية، يعني أصبحت مسألة ملحة. يعني الناس تموت عطشا وننتظر إدانة من أمريكا أو روسيا يعني حتى تتدخل. باعتقادي هذه يعني وقاحة من تركيا ومشاركة أمريكية وروسية فيما يحدث. لكن بحسب ما ورد في بيان وزارة الدفاع الروسية هناك تنديد لممارسات الاحتلال التركي، سيما عدم تزويد السكان بالمياه. هناك تنديد قد يكون، يعني أعتقد هذه الإدانة مجرد رفع عتب. يعني روسيا هي من وقعت الاتفاق مع تركيا، يعني هي تستطيع أن تلزم تركيا اليوم قبل غدا. يعني هذه حجة. يعني روسيا تمارس ضغط على قوات سوريا الديمقراطية وعلى الإدارة الذاتية من خلال استخدام هذه الأوراق. يعني عندما تغض الطرف عن ممارسات تركيا، عندما تقوم بتحريض العشائر العربية عبر النظام
في المناطق الكردية وفي القرى العربية هناك للوقوف للتدخل والانسحاب من قوى السورية الديمقراطية أو إعاقة الدوريات الأمريكية، هذا يعني أن روسيا مستفيدة من هذا الوضع، ولهذا هي لن تستطيع القيام بأي دور إيجابي في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. الضامن الأمريكي هو أكثر، يمكن أن يكون أكثر فعالية على قائد قصد التوجه نحو هيئات أخرى في الأمم المتحدة يعني للمزيد من الضغط لإجبار تركيا للكف عن هذه الممارسات يعني وضحت الفكرة. نعم، ضيفي من لندن الدكتور زارع صالح، كاتب وأكاديمي، شكرا لك على كل هذا التوضيح.